من الحاجات اللي مضايقاني جدا في مطبخي ان الشباك فوق البوتاجاز، وده بيخليه دايما بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والاصعب بقى ان الشفاط بتاعي شبك كده ودايما بيتملى دهون وتنظيفه صعب قوي. كمان من الحاجات الشيك قوي في المطبخ ان التلاجة تكون باب زجاجي، بس زي ما انتوا شايفين كده بصمات قمر كده من الولاد في كل مكان وفي كل وقت. فقررت اجيب اكتر فوطين محتاجاهم في المطبخ، فوطة الدهون وفوطة الزجاج من ايكو واي. حطيت فوطة الدهون تحت المية السخنة على قد ما ايدي تستحمل وعصرتها كويس قوي. طلعت بقى على الشباك نضفته كويس، بس حسيت ان الفوطه محتاجه تتبل ميه اكتر لان عصرتها بزياده، فنزلت بليتها ميه ودعكت الشباك كله وبقى زي الفل باقل مجهود من غير اي كيماويات. وفعلا حقيقي الفوطه هتسهل عليا كتير الفتره الجايه. الجزء ده من الشفاط كنت بخاف انضفه عشان الميه ما تجيش على الموتور، الفوطه قامت بالمهمه دي من غير ما اخاف وبكل نجاح، وفعلا نضف وبقى زي الفل. التحدي الاصعب كان في الشفاط نفسه، بس الفوطه نضفته. حقيقي اخد مني وقت ومجهود شويه، بس انا عارفه ان الشفاط ده متعب جدا في تنظيفه، فمن غير اي كيماويات دي حاجه كويسه جدا. بصوا الفرق بين الجزء اللي نضفته والجزء اللي لسه متنضفش، ودي كانت النتيجه. الشفاط نضف وبقى زي الفل، بس الفوطه محتاجه هي كمان تتنضف. نضفتها بصابونه الغار من الصيدليه بقت زي الفل. فوطه الزجاج بليت جزء صغير منها ومشيت بقى على التلاجة، البوتاجاز، الميكرويف، كل حاجه زجاجيه عندي في المطبخ نضفتها، وما كنتش متخيله ان النتيجه بتاعتها حلوه للدرجه دي. لو حابين تجربوهم هسيب لكم اسم الاكونت تحت الفيديو، ولو حبيتوا الفيديو ما تنسوش اللايك والسيف.